من أغرب ما سمعت اليوم ومن أغرب ما قرأت اليوم هو كلام كيربط بين الحادثة الأليمة اللي وقعت في مدينة السمارة الليلة اللي دازت، وبين الحرب على غزة، وبين الموقف من إسرائيل، وبين المسألة ديال التطبيع، وبين الموقف المغربي مما يجري في الساحة الفلسطينية وما جاور هذا الكلام. طبعا كتعرفوا ما حدث في مدينة السمارة، كتعرفوا بأن السلطات المختصة فتحت تحقيقا ووعدت بترتيب الجزاءات. في مثل هذه الحالات كيكون من الحكمة الكثير من التريث، ماشي فقط القليل من التريث، لأنه الوجدان ديالنا كيكون متعطش للمعلومة، متعطش للتفسير، متعطش للتحليل، وكتكون عندنا قابلية باش كنصدقوا أي كلام قيل. ولكن لسوء الحظ ماشي كلشي كيآمن ربما بهذا المبدأ، وحتى في حالة استحضار الفرضيات، وكاين فرضيات وكاين سيناريوهات وكاين تحليلات وكاين تأويلات، ولكن الاستناد لها باش كنبني خلاصات وكندير استنتاجات وأدس السم في العسل على أساس كنستغل داك القابلية اللي تصديق كل رواية كيكون فيه شوية ديال الخبث. على كل حال قلت وإلا كان ضروري أنه نستعمل الفرضيات باش كنخرج باستنتاجات أولية، وخا هذا غير جائز، خصوصا ملي ما كنكونش مختص، خصوصا في ملي كنكون بياع كلام. إلا كان ضروري أنه ندير الفرضيات كنستحضر جميع الفرضيات، كنقول ربما المسؤول على حادثة السمارة ولا واقعة السمارة ولا هجوم السمارة، مازال ما عرفناش التسمية بالضبط، هو الدولة الفلانية، هو التنظيم الفلاني، هو الجهة الفلانية، هو الشخص الفلاني، وكنعضد وكنعزز كل فرضية بما يساهم في البحث عن الحقيقة، وكنبقى غادي بشوية بشوية كنغزل في التحليل وفي القراءة الموضوعية المحايدة غير العاطفية إلى أن أصل إلى استنتاجات، وكنقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكنقول هذا الشيء نسبي والحقيقة مازال غتبان. ولكن فاش كنعزل ما أعتبره فرضية في سياق ماشي عادي، في سياق حساس، في بزاف ديال البلابلا، في بزاف ديال القيل والقال، وكنبنيها وكنقدمها حتى من باب الفرضية على أنها الحقيقة، وكنزرع واحد الشوكة هنا، اسمحوا لي نقولها، كنكون في خدمة العدو ديال البلاد والأعداء ديال البلاد. علاش في خدمة العدو ديال البلاد والأعداء ديال البلاد، الخصوم ديال البلاد والمتربصين بالبلاد؟ لأنني كنقول ماشي كنقل، بل كنحيد على كتفهم المهمة ديال البروباغندا، كنعاونهم فيها، كنقول لهم أنتم على حق، الناس ديال الجزائر كذا وكذا وكذا وكذا، أبرئ تنظيم مسلح اللي كيضربني منذ السبعينات اللي هو البوليزاريو، أبرئ بطريقة ما مباشرة أو غير مباشرة، مقصودة أو غير مقصودة، أبرئ الجزائر اللي خسرت عليك ملايير الدولارات منذ السبعينات باش تطحنك المغربي وتطحن بلادك المغربي. فكنجي بكل ما أوتيت من بساطة وتبسيط واستسهال، وكنقول هذا الشيء انتقام إسرائيلي من المغرب بسبب مواقفه من الحرب على غزة. الله ودي، شنو المدرسة ديال التحليل هذه؟ وقل لنا الجزائر صدقوها، قل لنا البوليزاريو نقزتي دقة واحدة لإسرائيل. أنا ماشي ضد الفرضية في حد ذاتها، ماشي ضد، ولكن أنا ضد الاستغفال ديال الناس والدفاع على
بعض الأطروحات المعادية للبلاد بطريقة غير مباشرة. زعما الجزائر ما تبغيش فيك الخدمة، هادشي إلا كان عمل مدبر، بمعنى البوليزاريو بريئة ما ديرش معاك هادشي. لا، البوليزاريو عندها علاقة مع إسرائيل. علاش؟ شكون قالها؟ قالها ويحمان. وعلاش ملي قلنا البوليزاريو عندها علاقة مع إيران ويحمان ما قالش لينا عندكم الحق؟ علاش ملي قلنا، المهم بلا ما ندخلو في التفاصيل، هاد اللعب على العواطف بهذه الطريقة في قضايا مصيرية للبلاد، في قضايا وطنية مرتبطة بالسلامة ديال البلاد ديالي، ماشي ديال البوليميك العادي. وليت كنشك، وخصوصا ملي كيكون هاد الشيء كتحسو خدام سيمفونية كتشتغل. أضف إلى ذلك وأنه كاين اللي باغي يفرض علينا بأنه خصنا نكونوا محايدين تجاه قضايا بلادنا، لا، نكونوا حاضرين في الصفوف الأمامية قولا على الأقل، أما فعلا ما كيدير حتى واحد فيما يتعلق بقضايا في جميع الحالات هي خارجية. ولكن ملي كيوقع عندي حادث أتمنى أنه ما تكونش في ريحة الإرهاب، أتمنى ما تكونش في ريحة الإرهاب، داك الساعة كنوليو محايدين وموضوعيين واخدين راحتنا ونستحضر كافة أشكال الهدوء، وكنديرو فرضيات ما عرفت على أي أساس مبنية. أعتقد، والله أعلم، نتمنى ما يكونش مقصود هادشي، باش نحيدو الوزر ديال العداء للمغرب من الجزائر. أعتبر أن الجزائر هي المستفيدة من الرواية القائلة إن هناك علاقات بين إسرائيل والبوليزاريو. نتمنى ما نكونش كنخدم خط جزائري، سواء عن وعي أو بدون وعي، سواء بوعي أو بدون وعي. زعما المغرب ما فايقش، زعما المغرب ما عارف والو، زعما المغرب ناعس، زعما المغرب مغمض عينيه، يلقى علاقات بين إسرائيل والمغرب بين إسرائيل والبوليزاريو وغيسكت. شويه ديال خذوا موقف من إسرائيل كيف ما بغيتو، عاديو إسرائيل كيف ما بغيتو، هذا حق للجميع أنه يتموقف كيف ما بغيت موقف، ولكن ما تبقاوش تبيعوا الخيال وتبيعوا، ما بغيتش نقول الأكاذيب، ما بغيتش نقول كلمات أخرى، لأن عارف بأنه العاطفة ديالنا جياشة، المنسوب ديال العاطفة هو اللي خدام هاد الأيام، فبالتالي الصوت ديال العقل ما كيلقاش استجابة في هاد المرة، وماشي ضروري يلقى استجابة، ولكن الخلاصة يستحيل أنه شي حد غادي يزيد علينا بالدفاع على بلادنا، ويستحيل أنه نسمح لأي كان بأن يصير عون سلطة كما كان لإسرائيل في السابق، أن يصير عون سلطة للبروباغندا أو في خدمة البروباغندا الجزائرية. إذن اختاروا الفرضيات ما شئتم، اختاروا من السيناريوهات ما شئتم، ولكن خدموا شوية العقل، أو استحضروا على الأقل العقل اللي عند عباد الله. ومن الخبث استغلال هذه المرحلة ديال العاطفة في تقطير، ماشي الشمع، تقطير نوع من الخطابات اللي كنقول في نهاية المطاف في خدمة العدو ديال البلاد. ما كنخون حتى شي حد، ما كنقص من الوطنية ديال حتى شي حد، كنعتبر كلشي مغربي، كلشي يحب البلاد بطريقته، ولكن حذاري من الحماس المفرط ديال الادسنس. الادسنس خداع، الادسنس كاين اللي شاف الادسنس ما شاف الحافة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.